هلا ومرحبا، اهلا بكم في فيديو جديد. انا داباني امين من قناة دابانيس يونيفرس. ان شاء الله اليوم احكي على استحواذ شركة امازون لشركة ام جي ام مترو جولدن ماير، واحد من اعظم الشركات واقدم الشركات السينمائية اللي استحوذت عليه شركة امازون بمبلغ تقريبا 8.5 مليار دولار. ودا احكي واشرح وجهة نظري ليش هاي الاستحواذ صار. طبعا امازون عندها خدمة اسمها برايم فيديو، منافس لنتفليكس واتش بي او ماكس وديزني بلس. طبعا هاي الخدمة شنو تقريبا معروفة من كل الناس، بس مو كل الناس يستخدمها. وهاي خدمة يعني يشتغل على يعني بالعراق بطريقة رسمية، مو عن طريقة في بي ان مثل ديزني بلس واتش بي او ماكس. على الرغم من هاي يعني ماكو ناس، يعني ناس قليلين عندهم اشتراك، يعني لو يباعون على كونتنت والمحتوى اللي موجودة بالبرايم فيديو. البرايم فيديو المشكلة شنو كان؟ ما يسوي اي اغراء للناس، مو بس هنا بالعراق، ده حتى خارج العراق، بالاوروبا، بالامريكا، على مود المكتبة اللي عنده كلش يعني مو يعني غنية، وهمنا الكونتنت مالته كلش قديمة، لو كلش يعني موجود تقريبا 50% من الكونتنت مالته موجودة على الباقي المنصات. يعني ما كان اكو دافع قوي للناس يروح يسوي اشتراك على مود برايم فيديو. بس وعلى الرغم هاي امازون عنده تقريبا فوق 100 مليون امازون برايم مشترك ويضمن برايم فيديو همنا، بس مو هاي الرقم كلها مسوين اشتراك على مود البرايم فيديو، هم مسوين اشتراك على مود برايم ميوزك، لو تويتش، لو همنا الامازون برايم اللي يضمن شحن السريع وشحن المجاني. طبعا جيف بيزوس كان عنده اختيارين قبل يروح يشتري ام جي ام. الاختيار الاول، لو يصرف مثلا يشتري اي شركة عندها مكتبة غنية وهواية شغلات معروفة يم الناس، وهم على مود يغني شو اسمه المحتوى مالته اللي موجودة بالبرايم فيديو. لو اختيار ثاني يروح يصرف مبالغ طايلة بالإنتاج الأفلام والمسلسلات، وهم ينتظر وقت طويل واحتمال يفشل. هو اضطر على الاختيار الأول على مود يقدر ينافس نتفليكس و اتش بي او ماكس وديزني بلس. الفكرة لو امازون يقدر يقوي الكونتنت مالته، هاي يكون خطر كارثي على المنافسين مالته. الفكرة شنو؟ انت تروح تشترك بالبرايم، امازون برايم سيرفيس، يعني بخدمة امازون برايم بسعر اقل، وينطيك باقة أكثر، مثلا برايم ميوزك هم يشمل أغاني وهاي شغلات، وهمين تويتش مال ألعاب، وهمين برايم فيديو، وهمين أمازون برايم اللي يضمن شحن السريع والشحن المجاني، وهمين أكو ديسكاونتات بس يضمن اللي من المشتركين أمازون برايم. الفكرة هنا مثلا أني حتى جيف بيزوس واحد يعني قايل واحد من الاجتماعات مالته قبل يروح يشتري ام جي ام، قال لو احنا قدرنا نسوي انتاج للفيلم لو مسلسل يترشح لجائزة اوسكار لو كان، وهمنا وراها شو اسمه اخذ هاي الجوائز، تصور ايش قد مبيعاتنا بالامازون يصير. على مود اني لو عندي اشتراك بالامازون برايم فيديو كامل ويضمن هو محتوى كلش راقي ومحتوى اللي يعني احبه، وهمنا يصير عندي اكاونت مال امازون برايم، اروح اسوي اونلاين شوبينج بالامازون، واحتمال اباوع على شغله اصلا ما احتاجها، بس على مود سعره اكو ديسكاونت عليه، لو شحن مجاني اروح اشتري واصرف فلوس اكثر. الفكره مال جيف بيزوس بالشراء مال ام جي ام شنو؟ يخلي الكاستمر مالته والمشتركين مالته يعني اطول وقت ممكن يعني يبقى بالامازون ايكو سيستم. مثلا هاي الامازون تويتش، امازون برايم فيديو، امازون برايم ميوزك، امازون برايم، امازون دوت كوم. يعني ايش قد انت تبقى بهاي المنظومه مال امازون، انت احتمال اكو تشانس تصرف فلوس اكثر. جيف بيزوس يربح اكثر، يصير اغنى اكثر، وهو تعرفون واحد من اغنى اغنياء العالم، يعني كان يقدر يروح يصرف هواية فلوس على انتاج افلام ومسلسلات، بس هاي يحتاج وقت طويل وعنده كمية فلوس كاش رهيبة. ليش ما اروح اشتري
واحد من أقدم الشركات الموجودة بالهوليوود اللي عنده يعني هو عنده لايسنس وصاحب مثلا سلسلة أفلام جيمس بوند اللي معروفة يم الناس يعني. وأصلا أمازون أعلن قال ورا إحنا اشترينا شو اسمه MGM، إن شاء الله الفيلم الجديد آخر فيلم مال جيمس بوند نو تايم تو داي يعني يعرض على منصة البرايم فيديو. سو يعني من هسه يبدي يتحرك. وهمنا سوي اعلان قال احنا نسوي اعادة الانتاج مال قصة اللورد اوف ذا رينج السيد الخواتم بالمسلسل مو بالافلام. شو اسمه الميزانية مالته فوق $400 مليون كجوابا للجيم اوف ثرونز مال HBO Max. وهسه الفكرة شنو، قبل نتفليكس كان يعني تقريبا مسيطر على هاي الصناعة على مود كل هو كان مأجر من كل الشركات المعروفة والقديمة المحتوى مالته. وبعدين ورا شركة ديزني وشركة HBO عرفوا اللعبة، قال احنا ليش ما نستفاد عنا مكتبة عالية يعني كل مكتبة راقية ومكتبة يعني فول من افلام ومسلسلات. تقريبا اخذوا اللايسنس مال افلامهم ومسلسلاتهم من نتفليكس وهسه يعرضون على منصات مالتهم ما يعرضون على منصة ايش اسمه نتفليكس. هسه يعني نادرا تلقى فيلم مارفل يتعرض على منصة نتفليكس، تقريبا كلها يتعرض على منصة ديزني بلس. سو هسه صار منافسة طاحنة بين الشركات القوية اللي يشتغلون بالاونلاين ستريمينج. وهسه على مود هاي صاير يعني مستقبل نتفليكس كلش خطر. هسه على مود هاي هم من نتفليكس دا يصرف فلوس رهيبة على إنتاج الأفلام والمسلسلات، نصهم دا يفشلوا. يعني هسه لو أنت عندك بروبوزل قوي تروح تحكي ويا المسؤولين مال نتفليكس تقول أنا مخرج أريد أسوي فيلم ديفرنت وفيلم ما أعرف شنو وأريد فلوس بس عندي مشكلة بالإنتاج مال الفلوس، يقول فضل هاي الفلوس روح تسوي إنتاج. ويفشل ما يفشل المهم المنصة مال نتفليكس يكون متروس أفلام ومسلسلات وهمينة ودائما يعني يصير أبديتد بالأفلام ومسلسلات جديدة. إن شاء الله خلينا نشوف يعني شي يصير هاي المنافسة القوية إن شاء الله اللي إحنا كمشتركين نستفاد وكلهم رسميين يجون العراق على مود نقدر نباوع عليهم بطريقة رسمية. ولو نقدر نسوي sharing subscription between يعني 4 to 5 people على كل المنصات هاي، بهاي حالة يصير السعر كلش يعني يعني مناسب. وهمينا يصير عنا كل المنصات العالمية وهمينا تقريبا هم هاي الأربعة خمسة يعني تقريبا يشملون 70 إلى حتى 90% مال كل المحتوى اللي موجودة بالعالم، هم أفلام هم مسلسلات. وإن شاء الله أنا آسف طولت الفيديو عليكم، بس إن شاء الله أزيد الفيديوهات بالعربي إن شاء الله أنتم همين تستفادون. وش اسمه لا تنسون لايك وشيرينج، همين لا تنسون تسوون سبسكرايب لو محتوى مالتي عاجبكم. إن شاء الله نشوفكم بالفيديوهات الجديدة والسلام.